امال بقرا ايه؟ بتقرا الاسئله الاول. اقرا الاسئله الاول. الاسئله اقراها الاول. اقرا الاسئله الاول. الاسئله اقراها الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصدقاء زوزو حبايبي عاملين ايه؟ دلوقتي ميعادنا ومع اخر محاضره في الكورس التاسيسي بتاعنا From Zero to Hero. اوعدك انك بعد الكورس ده لما تتفرج على كل الحلقات بتاعته بالترتيب مش هتبقى مستواك فوق خالص خالص الا انت حطيت رجلك على اول خطوه ومحتاج بقى تبدا تشتغل منهجك بالراحه. ان شاء الله باذنك انت يا رب دي اخر حصه لينا وبدايه منهجنا هيبقى اول 9، يعني 15/9 بالظبط، نص 9، 15/9 بالظبط دي البدايه بتاعتنا في الاونلاين. انما طبعا بدايتنا في السنتر هتكون 6/9 زي ما انتم كلكم عارفين. تعالوا بقى النهارده عندنا مشكله خطيره جدا جدا، خطيره مرعبه. خلي بالك عشان انت بتترعب من الكلمه دي. اول ما تلاقي كلمه القطعه تروح انت مجنون، حقيني يما في قطعه، في comprehension. اعمل ايه في قطعه الكمبرهنشن عشان اعرف احلها صح؟ لان هي عليها 16 درجه في ورقه الامتحان، يعني درجات كبيره جدا جدا. نعمل ايه؟ اعمل ايه عشان احلها كويس واحلها صح؟ تعال اقول لك انت كنت بتعمل ايه ولازم تبطله وما تعملوش تاني اطلاقا. تعال اقول لك رقم 1، انت كنت بتعمل كده، تروح جاي عند القطعه وتقول لي not all people think the same about shopping online. Some people think shopping online is great. They think it. تعمل ايه؟ بتقرأ القطعة الأول، مالكش دعوة بالقطعة خالص. طول ما انت عندك الباسج كده انت مالكش دعوة بيها اطلاقا. تروح طالع بايدك كده، بايدك الكريمة، الله يسترك. يا ميس دي القطعة كانت كلماتها صعبة جدا جدا جدا، مالكش دعوة. يا ميس ده انا معرفتش احل القطعة، ده انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، مالكش دعوة. امال المفروض اني انا اعمل ايه علشان اعرف احل القطعة صح؟ تعال اقول لك على شوية خطوات هتخليك تهرب من كل اللي بيضايقك في القطعة. رقم 1، خليك عارف ومتأكد وواثق ان انت مش هتترجم كلمة كلمة. رقم 1 مش هترجم كلمة كلمة. رقم 1 مش هترجم كلمة كلمة. يعني ممكن من القطعة كلها ما تعرفش تترجم غير نصها، ولو عرفت تترجم نصها تفهم الباقي. خلاص؟ يبقى رقم 1 ما بترجمش كلمة كلمة. رقم 2 ما بقرأش القطعة الأول. أمال بقرأ إيه؟ بتقرأ الأسئلة الأول. أقرأ الأسئلة الأول. الأسئلة أقرأها الأول. أقرأ الأسئلة الأول. الأسئلة أقرأها الأول. لازم 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 كلامي ده يتحط كده حلقة في ودنك، مهم جدا علشان تهرب من السؤال ده وتبقى قاعد برنس حاطط رجل على رجل في اللجنة كلها بتصيح وانت حالل القطعة وانت ما تعرفش هي بتتكلم عن ايه اصلا. يعني ايه؟ ينفع احل القطعة وانا ما اعرفش هي بتتكلم عن ايه؟ لان في كلمات هتستنتجها وتفهمها بدماغك، مش هتقعد تترجم لي كلمة كلمة، ولو ترجمت كلمة كلمة هتبوظ تلبس في الحيط. غلط، ما ينفعش اطلاقا، مرفوض. امال هعمل ايه؟ اول حاجة حضرتك هتقرا الاسئلة. اللي هتحاول تفهمها وتترجمها وتفهمها كويس هي الاسئلة. والسؤال باختياراته ولا السؤال بس؟ السؤال فقط لا غير. يعني حضرتك هتيجي كده بكل هدوء وبالراحة عند السؤال هنا اهو. ربنا رزقنا بالبتاع بتكتب بلون ايه؟ غالبا بتكتب بأبيض فبتمسح. عايزين نكتب بأحمر يا اخوانا، نكتب بأحمر اسود. خلاص؟ هنيجي عند السؤال الأول هنا كده. هو ده بس اللي انت محتاجه. امال الاختيارات دي ايه؟ مش عايزها، لان انت مجرد ما تبدا تقرا الاختيارات مع السؤال انت كده لخبطت نفسك، مش عارف انت بتفكر في السؤال ولا بتفكر في الاختيارات، هتسوح نفسك. فانت هتقرا الاسئله فقط الاول وهترجم السؤال كلمه كلمه. لا، تعال نشوف كده. بيقول لي what is the main reason some people think online shopping is convenient. انت مبدئيا كده انت مش عارف الكلمه دي يعني ايه، صح؟ مش لازم تعرف خالص. امال اعرف ايه؟ انت عرفت القطعه اللي فوق دي بتتكلم عن ايه من غير ما تقراها.
بيقول لك هنا المين ريزون عشان some people بيثينك حاجة للأونلاين شوبينج. فهات لي حد قاعد في بيتنا دلوقتي مش عارف يعني ايه اونلاين شوبينج. هتقولي يا ميس دي قطعة سهلة جدا جدا. انا عارفة انت النهاردة اولى تانية تالتة ثانوي تالتة اعدادي تانية اعدادي اي سن ايا كنت لازم تتدرب في الاول على قطع كتير سهلة فاصعب 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 فاصعب. الانجليش مستويات، مش هتطلع للهاي ليفل بسرعة ولا هتطلع له مرة واحدة. امال هتطلع له ايه؟ ستيب باي ستيب، ستيب باي ستيب، خطوة 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 خطوة، بالراحة وبهدوء. لما حضرتك تحللي على دي كتير هتيجي كمان شهر في الدراسة. اصلا اول شهر في الدراسة ده انا هعصرك انزل منك قطع صغيرة عشان تبقى عارف. يعني احنا هنبتدي دراستنا السنة دي بورقة الامتحان اللي ما بنعملوش كل سنة. هبتدي بورقة الامتحان قبل المنهج. انت عندك 19 سؤال تشوز على المنهج، مش هم لسه ما نزلوهوش يشبعوا بيه مش عايزينه. امال انت هتشتغلي على ايه؟ على ورقة الامتحان اللي حضرتك عندك مشكلة فيها. وبعد ما ينزل المنهج هنشتغل على المنهج، ومع كل حصة في المنهج هنحل امتحان. طب انت بتعرف تحل امتحانات؟ تعرف تحل قطع؟ اتدربت على القطعة الاول قبل اللي تشوز. تعرف تحل ترجمة؟ اتدربت على الترجمة الاول قبل اللي تشوز. وهكذا. خليك ناصح وخليك متابع معايا. هتحل وهتعمل كل حاجة بس خطوة 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 خطوة. ان شاء الله باذنك انت يا رب مع الحصة دي هيكون نازل لكم في الكومنتس لينك لفايل فيه قطع بترجمتها. انت هتحل القطعة دي كلها زي ما انا بقول، مش زي ما انت كنت بتعمل. رقم 1 مش هترجم كلمة كلمة. رقم 2 هقرأ الأسئلة الأول، هفهم السؤال مش هترجمه هو كمان كلمة كلمة. يبقى what is the main reason some people think online shopping is convenient؟ هنعرف دلوقتي الكلمة دي يعني ايه من الاختيارات. السؤال الثاني بيقول لك according to the passage which of the following is an environmental benefit. انا عايزة الكلمة دي بس كده على جنب. الكلمة دي انت مفروض تكون حافظها، لان احنا في شغلنا الفترة دي بنحفظ كلمات. لو انت مش حافظها احفظها، وخليك عارف ان انت اول شهر هتعدي عليك في الكلمات فهتحفظها تاني. مش فاهمة يعني في شوية كلمات اساسية لازم تكون انت حافظها، انا متأسس فيها. طب انت مش متأسس هنشتغلها في اول شهر. طب انت متأسس وجامد هنعلي مستواك في اول شهر. كل حاجة هنشتغلها اول شهر في الدراسة. ده اهم شهر في الدراسة كلها السنة دي بالاخص. اول شهر في الدراسة اهم شهر عندي. تعالوا نكمل. كلمة benefit دي يعني انا عايزة اقول environmental benefit of online shopping. انا عايزة افادة او عايزة حاجة مفيدة للبتاع ده اللي هو ايه؟ الاونلاين شوبينج. انت بقى مشيت كلمة environment انت مش عارفها، في ناس مش عارفاها فراحت شالتها زي كده. فاكرين كنا بنحل اسئلة اللي تشوز ازاي؟ نفس الفكرة، نفس الطريقة، نفس الشغل. زي ما كنا بنحل اسئلة اللي تشوز نفس هنا ما بنتعامل. اوعى تكون فاكر ان انت هتدخل ورقة الامتحان اللي انت هتتعرض لها هتكون عارف كل الكلمات اللي فيها بنسبة 100% ولا 90%. امال هتكون عارف ايه؟ هتكون عارف 80% منها، 80% وفي 70 كمان. بس هيعرف يقفل ويجيب 60 من 60 لو هو ناصح وصايع وتربيتي. طب لو هو مش تربيتي وماشي كده في الشوارع يلقط من هنا كلمة على من هنا كلمة على من هنا كلمة وماشي بنور الله، مش هينفع. لازم تركز، ولازم تركز على هدفك وتركز على اللي انت عايزه، لان هو هيجيلك مرة واحدة فقط. يلا بينا. يبقى عرفنا كده السؤال الاول بيقول لي في سبب رئيسي بيخلي الناس تفكر في الاونلاين شوبينج ده، تمام. السؤال الثاني بيقول لي عايز ميزه للاونلاين شوبينج، تمام، زي الفل زي الفل. تعالوا نشوف السؤال الثالث بيقول ايه. the underlined word view can be replaced by، يعني كلمة view ينفع اشيلها واحط مكانها حاجة.
انت في دماغك في ناس كده قاعده دلوقتي اهي، انا شايفاك ايدك، شايفه الناس اللي قالت فيو يعني منظر، شايفاهم. هخليكوا منظر انا ان شاء الله باذنك انت يا رب. اوعى ايدك تختار اجابه من غير ما تطلع تقرا القطعه، ما يمكن فيو فوق تبقى معناها حاجه تانية. اوعى تتجنن. يلا نكمل. The underlined word shop، كلمة shop can be replaced by shop، can be replaced by كلمة shop. والله العظيم أنا ممكن أسألك مش هتعرفها على فكرة، خلي بالك. باشمهندس معانا النهاردة والله العظيم خريج هندسة القاهرة أهو. ما فيهاش. شوف بقى أنا عايزة أقول لك على حاجة. تفتكر كلمة shop هنا في القطعة معناها a place you go ولا a verb like buy؟ الله يستر، إلهي تنستر. انا اصلا بتخانق معاهم، لسه كنت بزعق لهم وانت بره بتجيب مش عارف ايه وجاي، لسه كنت بزعق لهم عشان الموضوع ده. بيروح فاكر نفسه فزلوكه، قال لك دي كلمه ايه؟ فيو، ففيو يعني منظر، فيروح يختار بقى على طول بقى كده. ما انا جامد، هحل القطعه دي سهله جدا من غير ما اطلع للقطعه. ما ينفعش. انت بتقرا الاسئله بالراحه وبتستنتج فهم الاسئله، ولازم تطلع للقطعة، لان انت ما بتحلش القطعة على مزاجك، بتحل القطعة على مزاج القطعة، على مزاج اللي كتب القطعة. فاحنا دلوقتي هنطلع نشوف الكلمات دي معناها ايه. النهاردة القطعة سهلة جدا، جايباها 4 اسئلة ومش سهلة جدا ولا حاجة. انا عايزة بس ادخلك ايه، احط رجلك على اول خطوة. احنا اتفقنا الكورس ده مش معمول عشان خاطر اعجزك وامسكك اخنقك واديلك حصة 15,000 ساعة و15,000 معلومة، لا. الكورس ده معمول علشان اعرف حضرتك ان كل حاجة ليها بداية وليها نهاية، ودي بداية شغلنا. لازم نبدأ بأقل خطوة خالص ونبدأ نطلع مع حضرتك بالتدريج. القطع ليها مستويات كتيرة جدا، الكومبريهنشن ليها مستويات كتيرة جدا، وكلها هتوصل للاحترافية في الآخر. بس أهم حاجة إن أنا أبدأ زيرو عشان أبقى هيرو في الآخر. يلا بينا كده. شفنا ال4 أسئلة. أنت دماغك متارجتة. القطعة بتتكلم عن الأونلاين شوبينج. أنت عايز إيه من القطعة؟ أنا عايز ليه الناس بيفكروا في الأونلاين شوبينج وإيه الفايدة بتاعتهم، وعايز كلمة فيو معناها إيه وكلمة شوب معناها إيه. أنت كده متارجت في دماغك الأسئلة اللي أنت عايزها، غير لو كنت قريت الأول. اللي بيقرأ القطعة الأول بقى يقرأ القطعة وينزل يقرا الاسئله وبعدين يطلع يدور على القطعه ايه ده؟ ما هذا العبث، ما هذا العبث سيدي الفاضل، ما هذا العبث. وبعدين يجي يقول لك امتحان الانجليزي القطعه كانت طويله محتاجه وقت. لا حبيبي، القطعه محتاجه بني ادم بيفهم، القطعه محتاجه بني ادم عنده دماغ، القطعه محتاجه بني ادم متدرب على حل القطعه 20 مليون مره قبل كده. يلا نطلع من القطعه وبعدين نشوف عندنا ايه. بص بقى بيعملوا ايه كمان؟ بيعملوا كمان انت كده في ناس بتعمل كده، نزلت للاسئله فهمت هي عايزه ايه، بعدين تطلع بقى تاخد القطعه كده. Not all people think some people think shopping is great بس they think it saves time and because they don't spend much money. لا غلط. امال بتعمل ايه؟ تعالى ايه دي؟ فلوس. طب اهي صح. انت هتقرا الجمله دي بس اميز ده الله يسترك، ده كده هياخد وقت. معلش اول تاني تالت 10 مرات هياخدوا وقت، اللي هم هيبقوا اول شهر في الدراسة. بعدين ان شاء الله لما توصل لشهر 6 هتبقى ماسك القطعة خطوة ستيب باي ستيب. جدع. فبيقول لك بقى ايه، انا هقرا اول جمله، القطعه دي سهله فناس كتير هتعرف تترجمها. لما يجي يقول لك عند كلمه انا عارفه ان في حد هيبقى قاعد قدامي مش عارف يترجمها، انا هقول لك دي انت مش عارفها، انا عارفه كل حاجه، اللهم لك الحمد، ده فضل ونعمه من عند ربنا، انا عارفه كل حاجه. فبيقول لك not all people think the same about shopping online.
بص بقى بص بقى الجامده دي، انا وصلت لحد الفول ستوب دي بس ما عملتش اي حاجه تانية، واروح جاي بقى عامل كده not، مش all people، كل الناس. مش كل الناس عندهم نفس الحاجه عن الشوبينج اونلاين. فانت قاعد بقى ده مش كل الناس بتفكر نفس التفكير عن الشوبينج اونلاين. فانت عينيك جايباك دلوقتي وانت قاعد في بيتكو، انت قاعد على الموبايل طول الوقت تقعد تشتري اونلاين، وامك ما بتحبش كده. امك بتحب تنزل تشتري من المحلات وتمسك الحاجه بايديها وتشوف الخامات وتشوف مش عارف ايه وتقول له لا وتفاصل وده ب5 جنيه، لا هو 1.5 جنيه كفايه، وهو كلنا امهاتنا كلنا كده. خلاص؟ فده بنعمل ايه؟ انت قاعد دلوقتي بتفكر، هو انت بتعمل ايه؟ بتحلل القطعه بدماغك بس بناء على الكلام اللي في القطعه. شايف كل اللي انت قلته وقعدت تتخيله وتشرحه ده، هو ده بالظبط اللي انت هتعمله، اللي انت هتنزل تلاقيه نفسك بتقراه. هو نفس اللي انت سرحت فيه هو. تعال نشوف. بيقول لك some people think shopping online is great. كل الناس all people؟ لا، ده some، شوية منهم بيقول لك ان ده كويس. They think it saves time. هو مين اللي it؟ هو مين؟ أكيد الأونلاين شوبينج. it saves time، يعني الناس دي اللي بتحبه بتقول ان هو بيوفر وقت because they don't spend much time traveling to the shops. ما معنى كلمة shops هنا؟ ما معنى كلمة shops هنا؟ بص بقى، shops دي معناها ايه؟ احنا بنتسأل عليها تحت، بس هل بنتسأل على هذه الكلمة؟ احنا بنتسأل على كلمة تانية اسمها comprehension، يعني قطعة فهم. الباسج بتاعتكم قطعة فهم. بتفهم تمام، ما بتفهمش هتفهم غصب عنك وعني، هتفهم. يلا نكمل بقى. بيقول لك ايه؟ and they can stay at home and buy anything they want in a few minutes. يشتروا اي حاجه هم عايزينها في minutes، اللي مودينا في 60 داهيه. الاونلاين شوبينج وانستا باي، اقسم بالله من ساعه ما بقيناش نمسك الفلوس في ايدينا واحنا خلاص معلش هحول لك انستا باي، تلاقي مش عارفه 500 جنيه 600,000 الموضوع انتهى. بالظبط they think that they have many choices online. عندهم choices كتيرة online. in their view. ما معنى كلمة view هنا؟ ما معنى كلمة view هنا؟ view دي معناها ايه؟ التوك توك بس يعدي عشان هو برضو هو داخل هنا. احنا مكان التصوير اصلا مكان ما فيهوش شارع اصلا، بس هم بيمشوا فيه برضو. فيو هنا هل معناها منظر ولا هل معناها في رأيهم؟ in their view. اعتقد في رأيهم مش في منظرهم. اكيد انا مش هقول في منظرهم. in their view هنا معناها في رأيهم. ماشي. shopping online will make less cars on the streets so there will be less pollution. هيبقى فيه pollution أقل، يعني تلوث أقل. طالما ما فيش عربيات يبقى ما فيش تلوث، طالما العربيات أقل يبقى التلوث أقل. فهم بيعتقدوا ده. on the other hand، أنا بقى بحلل لك القطعة، أنا عايز أعرف هي on the other hand دي أنت بتتكلم على إيه؟ on the other hand بتتكلم على الجانب الآخر. أنت دلوقتي كنت بتتكلم عن الناس اللي بيحبوا الأونلاين شوبينج، دلوقتي هنتكلم عن أمي وأمك وأمنا كلنا اللي هي ما بتحبش الشوبينج، وأنا كمان الأونلاين شوبينج. on the other hand some people don't think
the same. ما بيفكروش بنفس الطريقة. They don't like shopping online. ما بيحبوش. انت عارف ان انت نازل تقابل الناس اللي ما بيحبوش الاونلاين شوبينج من قبل ما تنزل لهم. عرفت منين؟ عشان انت بتفهم، مش مستني لما تقرا. ده ايه ده يا ربي ده؟ They say they always have a wrong delivery. عندهم wrong delivery when بص بقى اهي شوف اهي when they shop online. الناس اللي هتختار شوب هنا معناها a place you go، يجوا على جنب، والناس اللي هتختار ان شوب هنا معناها verb يجوا الناحية التانية. باشمهندس نشوفه، هتختار شوب هنا مكان ولا انت مع الناس اللي هي verb ولا مكان؟ verb يا راجل، متأكد؟ صح، اقسم بالله صح. تعال نتأكد. مش احنا قلنا تكوين جملة فعل وفعل، تكوين جملة فعل وفعل، تكوين جملة فعل وفعل، تكوين جملة subject verb. انت ليه يا ميس حاطه السؤال ده؟ خلي بالك القطعة دي انا اللي حاطه الأسئلة بتاعتها. يعني السؤال الأول بس، الثاني الثالث الرابع انا اللي كاتباهم بإيدي. ليه بقى؟ عشان اعرف حضرتك ان في حاجة عندنا في الكلمات هي ملهاش معنى واحد. انت عارف الكلام ده، انت عارف الموضوع ده. الكلمة ليها عندنا في الانجليش اكتر من معنى، زي كلمة open، زي كلمة stay. في كلمات كتيرة بتبقى verb و noun في نفس الوقت، verb و noun. خلاص؟ فكلمة shop من ضمن الافعال اللي معناها مكان واللي معناها يبيع. يبيع اهي. يبقى الناس they always have a wrong delivery when they shop online. لما بيشتروا، يشتري، لما buy بيشتري online. فهمتوا كده؟ فدي خلي بالك عشان دي مهمة جدا. دي كان بيلعب فيها في النماذج الاسترشادية السنة اللي فاتت. جه السنة اللي فاتت اصحابي الحبايبي الحلوين نزل لنا 12 نموذج استرشادي. ال 12 النموذج كانوا مرجح، بس الحمد لله بفضل ربنا وبفضل دعاء امي ليا الله يرحمها قبل ما تتوفى، ربنا يرحمها ويرحم موتانا يا رب جميعا، كانت طلبتي ما بتتمرجحش. ليه؟ علشان هم ماشيين خطوه 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 خطوه. ما تسبقنيش بخطوه ولا تبقى قبلي بخطوه، لان انا هبقى ماشيه معاك مستقيم بالظبط. انا الشيت اللي بجهزها لك اللي هتذاكرها في اسبوع انت هتذاكرها في اسبوع مع بقيه المواد. يعني ما بعملكش شيت خزعبليه انت عايزه كائن من الفضاء هو اللي يذاكرها، وما بعملكش اي حاجه كده وخلاص. فالاتنين محتاجه خطوه خطوه وتركيز جدا جدا معايا. They don't like to waste time waiting for a delivery. They prefer to try things and see materials before buying them. سهلة جدا. زي ما انت من شوية قعدت تتخيل القطعة كلها بتتكلم عن ايه. تخيل بقى لو انت مش عارف تترجم اعمل ايه؟ ما تترجمش كلمة كلمة. شايف التخيل اللي احنا عملناه في اول جملة ده؟ انت حضرتك بتمشي القطعة كده، ما بتاخدش القطعة كلها على بعض، الباراجراف كله على بعض، لا، انت بتاخد القطعة. بص جملة اهي، انا وقفت لحد هنا، وقفت لحد هنا، وقفت لحد هنا، وهكذا. انا بقف في القطعة. انا معلمة عيالي انتوا هتتعلموا كده، معلماهم ان عند كل فول ستوب يروح عامل شرطة كده اهو، عند كل فول ستوب فين اهو. فهي القطعة بتتقسم قدامه ايه؟ بتتقسم قدام حضرتك الى اجزاء، واجزاء كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. جملة تبقى حاسس ان انت الجملة دي انت مش عارف فيها كلمتين فبتحاول تستنتجها، وبعدين تدخل على الجملة اللي بعدها انت مش عارف فيها كلمتين فتحاول تستنتجها، وهكذا. وتمشي خطوة 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 بالراحة، ما تسبقش ولا تسبق نفسك ولا تسبق اصحابك ولا تسبق حد. السنة طويلة جدا وهتحل قطع كتيرة جدا. انا بقى عايزة حاجة، عد الحاجات الحلوة حواليك، عدها.
هنعدها كلنا سوا مع بعض ان شاء الله، هنعدها ان شاء الله. فانا كده دلوقتي عايزه حضراتكم، دلوقتي انا عايزه اشوف في الكومنتس، ماشي، عايزه اشوف في الكومنتس الانسرز بتاعت الاجابات دي. احنا دلوقتي جاوبنا 2، جاوبنا دول ان فيو مش معناها اي حاجه من دول، فيو معناها اوبينيون، وان كلمه شوب هنا مش كانت في الجمله دي، مع ان هي موجوده في جمله تانية معناها a place you go، معناها a place يعني مكان انت عايز تروحه. هنا في الجمله اللي احنا كنا اللي تحتها خط مش معناها مكان، معناها verb، معناها verb like buy، verb فعل زي يشتري. خلاص، انا عايزه بقى اجابه التو كويستشن دول، التو كويستشنز. انا اشوف اجابه السؤال الاول والسؤال الثاني، وهل انتوا فاهمين الدنيا كده بينا ماشيه ازاي، ولا احنا لسه في مشاكل عندنا وصعوبه. بص بقى معايا، مشاكلك مش هتتحل كلها مره واحده. اذا كنت طالب كويس، اذا كنت طالب ضعيف، اذا كنت طالب، انا بقى اخر 5 دقايق دول من الحصه بتاعتنا اسمعني كده باذان صاغيه. مشاكلك مش هتتحل كلها مره واحده، امال هتبقى محتاجه مني ايه؟ محتاجه مني مجهود، والمجهود هيتبذل بشكل يومي مش بشكل اسبوعي. يعني ما ينفعش تشتغل على الانجليش، اي لغه ما ينفعش حضرتك تشتغل عليها مره واحده في الاسبوع او مرتين، لازم على الأقل نص ساعة كل يوم. خلاص، أنا علمتك إزاي تحل قطعة، ودي البيسكس بتاعتنا، الحاجات الأساسية، أساسية بسيطة خالص خالص خالص. أنت من الحصة دي هتتعلم إزاي تحل أي قطعة تيجي قدامك، ومعانا على مدار الترم إن شاء الله بإذنك أنت يا رب، وهينزل لكم على اليوتيوب شرح لامتحانات شاملة مستمرة طول السنة مستمرة إن شاء الله بإذنك أنت يا رب. يعني هنخلص يونت 1 هنحل تيست عليه، هينزل لكم على اليوتيوب، أولى تانية تالتة ثانوي كلكم. خلاص، مطلوب منك إيه بقى؟ إنك تمشي تعلي نفسك في المستوى واحدة واحدة، ما تبصش للي أعلى منك قوي وما تبصش للي أقل، بص لخطوتك أنت وابدأ اسعى من ساعتها. كنت نزلت ستوري قبل كده إن مفيش حد بيحاول فاشل. اوعى تفتكر نفسك فاشل، اوعى لما تقول حاجة غلط ما تتكسف ان انت تعدلها، اوعى لما تعمل حاجة غلط تتكسف ان انت تطور من نفسك وتعدلها. هتبقى جامد جدا 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 جدا، اقسم بالله هتبقى قدوة لو انت عملت كده. اشتغل على نفسك وبس، وركز مع نفسك وبس، وركز مع عيوبك واشتغل عليها، هتبقى احسن انسان في الدنيا. وده وعد مني ليك، ده وعد مني ليك، بلس ان انت تجيب 60 من 60 أولى تانية تالتة ثانوي، إن أنت تبقى إنسان وتتعلم مني شوية حاجات تفيدك في الدنيا، علشان الدنيا أبشع ما يكون. مفيش حد بيساعدنا، مفيش حد بيعمل لنا حاجة لوجه الله كده، مفيش حاجة بتعدي كده وخلاص. بس لازم تحط هدف قدام عينيك وتمشي وتسعى بكل قوتك عليه. وأي حد عايز يعطلك، يوقعك، يضعفك، ما تركزش معاه، علشان انت ربنا هو اللي بيحميك وبيحرسك. ده كده كان معانا الكورس بتاعنا. اتمنى اني انا اكون قدرت افيدكم. اول حصة، تاني حصة، تالت حصة، دي الحصة الاخيرة. احنا ما عملناش حاجة كبيرة، يعني كل الشغل ده مش حاجة كبيرة، ده حاجة بسيطة خالص خالص. يعني بنحط رجلينا بس على اول خطوة. الناس اللي ما بتحبش الانجليش، وانا بس بتضايق لما بسمع الكلمة دي، بتضايق منها جدا، ما بحبش الانجليش، اتمنى اني انا اكون فعلا قدرت اغير من ده، وقدرت اخليكوا على الاقل عندكوا ثقة في نفسك ان انت تبذل مجهود وتجتهد وتحاول. انا معاكوا في اي وقت محتاجيني. طبعا هينزل لكم برضو اللينكس بتاع كل البلاتفورمز السوشيال ميديا اللي تقدروا تتواصلوا معايا فيها. انا بتواصل بشكل شخصي كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 9 الصبح، وبرد على الواتساب بتاع الرقم اللي مكتوب عند سيادتكم. ده رقم التيم، الرقم ابعتوا لهم لو محتاجيني بشكل شخصي في اي استشارة. ده رقم التيم، تقدروا تتواصلوا معاهم 8 ساعات في اليوم يوميا ما عدا يوم الجمعة. محتاجيني في اي حاجة
كل اللي انت محتاجه، كل اللي انت عايزه، واستنوا المسابقة بتاعتنا على حل القطعة اللي هيحل الباسجز اللي موجودة في اللينك كويس وهيركز فيها كويس. اقل اخطاء، انا مش هختار اللي يقفل، انا مش عايزه اللي يقفل دلوقتي، انا مش عايزه اللي يقفل دلوقتي، انا عايزه اللي يغلط عشان اعلمه. واللينك اللي فات اللي كان في الفيديو بتاع المحاضره الثالثه، وانا كنت مبسوطه جدا جدا بالفتره اللي انا قضيتها معاكم دي، وشفت ناس كتيره محترمه وزي الفل، ومتشكره لوقتكم، واشوفكم دايما بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه، باي باي.